حصل على مليارات المشاهدات وعشرات الملايين من المتابعين. القاضي الرحيم، رحيل القاضي الأمريكي فرانك كابريو المعروف عالميا بلقب القاضي الرحيم. رحل القاضي الرحيم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عاما. رحل بعد أيام قليلة فقط من نشره رسالة مؤثرة طلب فيها من محبيه الدعاء له أثناء تواجده بالمستشفى إثر انتكاسة مرضه. ويذكر أن فرانك كابريو اعتزل في قانون الثاني الماضي مقاعد القضاء بعد مسيرة استمرت 40 عاما، حيث اشتهر بأحكامه الرحيمة التي جعلت جلساته محط أنظار العالم، ولقب بالقاضي الرحيم رمزا للعدالة الإنسانية والرأفة. ويبلغ القاضي الرحيم من العمر 88 عاما، واشتهر ببرنامجه الذي بث في أكثر من 200 محطة في الولايات المتحدة، وتم ترشيحه وحصل على جوائز متعددة. وكان كابريو قاضيا في محكمة بروفيدنس البلدية لمدة 38 عاما، واشتهر على الإنترنت وجمع أكثر من 26 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وحققت مقاطعه أكثر من 10 مليارات مشاهدة حول العالم بسبب طبعه الفريد والرحيم. ويعرف عالميا باسم أطيب قاض في العالم وفقا لموقع رسمي تابع لكلية بروفيدنس الأمريكية. الطيبون يرحلون، ولكن أفعالهم الحسنة تخلد ذكراهم.